السلام عليكم، حياكم بزوارتنا اليوم. ارتفاع مرض ضغط الدم، تكلمنا وشرحنا مرض ضغط الدم. متى أبدي أنا كمراجع أشوف إذا عندي ارتفاع ضغط الدم ولا لا؟ طبعا ينصح لأي شخص تعدى عمره 18 سنة وليس له أي عوامل خطورة لارتفاع ضغط الدم إنه يقوم بقياس ضغط الدم في المستوصف أو في العيادة مرة كل سنتين. أما الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة، المدخنين، الناس اللي تعاني من سمنة، أمراض السكري، يجب عليهم فحص ضغط الدم على الأقل مرة في السنة أو في كل زيارة لهم للطبيب لأي داعي. طبعا من مضاعفات ضغط الدم، وليش إحنا دائما نحب أن نفحص عنه بكر والتحكم فيه في أسرع وقت، هو لأنه يؤدي إلى تصلب شديد في الشرايين. في حال أنه أدى إلى تصلب شديد في شرايين القلب ممكن يؤدي إلى الصدرية لا سمح الله، أو سكتة قلبية، أو ضعف في عضلة القلب. وإذا أثر على أوعية الدماغ ممكن يؤدي إلى جلطات دماغية أو نزيف الدماغ. وممكن أيضا يؤثر على العين، ممكن يؤثر إلى ضعف النظر، أو لا سمح الله في بعض الحالات إلى فقدان النظر. طبعا في عدة أشخاص تم تشخيصهم وتأكد أن ما عندهم أي مضاعفات، ويتم مراجعته مع الدكتور، يقول دكتور أنا ضغطي زين مع الدواء، خل أوقف الدواء، خلاص راح الضغط. لازم المريض يعرف أن مرض ارتفاع ضغط الدم في أغلب الأوقات هو مرض مزمن، ولا يتم إيقاف علاجه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.